في تاريخ 31 ديسمبر 2015 كان نادي السد القطري على موعد مع تعاقد جديد هيصنف انه واحد من ابرز المهاجمين العرب على مدار 10 سنين بعد كده. تعالوا نركب آلة الزمن ونطير بعد كده لغايه تاريخ لسه من كام يوم بالظبط، وتحديدا 15 مايو 2024، يعني بعد 9 سنين من التمام والكمال. نادي السد القطري بينزل بيان بيعلن فيه كل الشكر للابن البار الاسد المغوار بغداد بونجاح برحيله عن نادي السد القطري بعد رحله استمرت 9 سنين بالتمام والكمال. ويبتدي بعدها يتردد سؤال مهم جدا: بغداد بونجاح اللاعب الابرز على المستوى الهجومي في منتخب الجزائر، هل ظالم ولا مظلوم بالنسبه لمسيرته؟ وهل آن الاوان قبل ما الوقت يعدي عليه لختام رائع لمسيرته على مستوى عالي جدا؟ دي كلها اسئله هنتابع اجاباتها في حلقه النهارده، لكن قبل اي حاجه ندعي لاخواتنا بالعوده الى ديارهم سالمين. اللهم ارحم موتانا جميعا وارحم ابي. وبدون مقدمات طويله يلا بينا على تفاصيل حلقتنا النهارده. بغداد كان بعيد تماما عن شغف الدراسه، وده باعتراف والده، وفي نفس الوقت ما كانش متوقع ليه انه يكون لاعب كره قدم ناجح على مستوى كبير. والده كان مركز اكتر مع اخوه الكبير عبد القادر بونجاح، لدرجه ان بغداد بونجاح في بداياته داخل الدوري الجزائري اترفض من نادي شبيبه الثوره، اترفض من نادي شباب وهران للتعاقد معاه، لدرجه ان في 2012 2013 بدايته كانت مع مين؟ مع نادي اتحاد حراش، واللي كان بيلعب وقتها في دوري الدرجه السادسه الجزائري. لكن كانت بارقه الامل بالنسبه لمسيرته هو وقتها لما فهيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر وقتها عمل حاجه كل الاعلام الرياضي كان بيتكلم عنها: بيستدعي لاعب شاب لصفوف المنتخب الجزائري من دوري الدرجه السادسه وهو بغداد بونجاح. والتقطته اعين نادي النجم الساحلي في موسم 2014 2015، وما صدق مسك في الفرصه وانفجر بعضها حرفيا. هداف الدوري التونسي، هداف بطوله الكونفدراليه، وتوج وقتها باول القابه القاريه عشان وقتها يعلن نادي السد القطري التعاقد مع المهاجم الجزائري القادم بقوه، خاصه مع بدايه اهتمام جمال بالماضي بضمه بعد كده للمنتخب الجزائري. وعايز اقول لك على حاجه: بدايه بغداد بونجاح كان مكتوب لها فشل كبير جدا مع نادي السد القطري لولا بعض الظروف اللي اتحسنت. بغداد بونجاح بعد ما تم اعلان انتقاله لنادي السد القطري، نادي السد وقف الصفقه لان كل اماكن المحترفين عنده اتملت بالكامل. طب يعمل ايه؟ قرر ان هو يدي اللاعب لناديه السابق فريق النجم الساحلي 6 شهور على سبيل الاعاره، وفي اول مباراتين يرجع يلعبهم مع فريق النجم الساحلي يصاب اصابه قويه جدا لدرجه انها غيبته 4 شهور بالتمام والكمال. وكل الاخبار كانت بتتكلم وقتها ان بغداد بونجاح مش راجع لنادي السد القطري، والنادي القطري هيفسخ التعاقد معاه. رغم ان الامور وقتها تقريبا كانت قفلت كلها في وش بغداد بونجاح، لكن تيجي بارقه الامل في ان نادي السد القطري قرر ان هو يستعين بيه مع خلو المكان لاحد اللاعبين الاجانب عشان تبدا مسيره رائعه للاعب الجزائري مع فريقه، من بدايه من موسم 2015 2016 2017. كل موسم هو هداف الدوري وهداف فريقه لغايه ما يجي موسم 2018 اللي جذب فيه انظار العالم كله. موسم سجل فيه 58 هدف كان بالتمام والكمال، ويعتبر وقتها واحد من هدافين على مستوى العالم كله مقارنه او منافسه مع بعض الاسماء الكبيره جدا، على سبيل المثال الحصر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ. في الوقت ده بغداد بونجاح تعرض لاختبار قوي جدا، ان في بعض الانديه الاوروبيه بدات فعلا انها تهتم بيه، واللاعب وقتها كان لسه ما بلغش من العمر تقريبا 26 او 27 سنه، يعني الوقت المثالي والفرصه الاخيره للاحتراف. نادي اولمبيك مارسيليا اهتم بضمه، بعض الانديه من الدوري الالماني، لكن بشكل مفاجئ جدا نادي السد القطري يعلن عن تجديد عقد بغداد بونجاح في سنه 2018 بعقد جديد لمده 6 سنين وبراتب خرافي اغرى اللاعب على ان هو يكمل مسيرته مع نادي السد القطري. اتقال وقتها انه وصل ل 3.5 مليون دولار كواحد من اغلى الرواتب اللي تدفع للعيبه في المنطقه العربيه. تعالوا بقى نسيبنا من 2018 ونروح ل 2019، السنه اللي كان فيه محللين كتير بيتوقعوا ان بغداد بونجاح اداؤه هيقل، ارقامه هتبتدي تهدى، خاصه انه زيه زي اي لاعب عربي بعد ما حقق كل اللي هو عاوزه كان موسم على مستوى عالي، تجديد بمبلغ خيالي، الدوافع اللي عنده هتبتدي تقل. لكن عام 2019 حرفيا كان عامل مجد قاري بالنسبه لبغداد بونجاح وعودته للواجهه مره ثانيه، والمره دي بلقب قاري لكن مع منتخب بلاده. كلام هنا عن بطوله كاس الامم الافريقيه 2019 اللي اتلعبت هنا في القاهره، وجمال بالماضي قرر يعتمد على بغداد بونجاح انه يكون المهاجم الاول والاساسي بالنسبه لمنتخب الجزائر. وهنا بغداد بونجاح كان على الموعد وما غزلش جمال بالماضي وقدم دور مجموعات
قوي جدا، ورغم ان ليه لقطه شهيره جدا في البطوله وتحديدا في دور الثمانيه لما مباراه منتخب الجزائر ومنتخب كوت ديفوار وصل لضربات الجزاء وبغداد بونجاح ضيع ضربه الجزاء بتاعته ودخل بعدها في نوبه بكاء شديده، لكن منتخب الجزائر يكمل ضربات الجزاء بنجاح ويصعد للدور النوبل. وقتها جمال بالماضي دعم المهاجم اللي اختاره بشكل قوي جدا في الميديا وفي الاعلام، وبغداد بونجاح كان على الموعد مره ثانيه عشان يرد الجميل لجمال بالماضي. مباراه بعد كده اداها قدام منتخب نيجيريا بمنتهى القوه في دور نصف النهائي، يصعدوا لمباراه النهائي وبغداد بونجاح يدون اسمه بحروف من نور في سجل بطولات افريقيا لما يكون صاحب اسرع هدف في تاريخ نهائيات البطوله، لما سجل هدف منتخب الجزائر بعد مرور 120 ثانيه بس من بدايه المباراه في اسرع هدف اتسجل في نهائي للبطوله، ويتوج بعدها ببطوله كاس الامم الافريقيه 2019 اللي كانت هنا في القاهره. بعدها على مدار سنين اكيد في سؤال مهم جدا بيطرح دلوقتي واللاعب بيجهز ان هو ياخد خطوه جديده في مسيرته، هل النادي اللي هيتعاقد مع بغداد بونجاح هيتعاقد مع لاعب منتهي رقميا؟ يعني بغداد بونجاح من 2019 لغايه 2024 عمل ايه وارقامه كان شكلها ازاي؟ تعالوا كده نروح للموسم قبل اللي فات، موسم 21 22 هنلاقي ان اللاعب ساهم 18 مساهمه تهديفيه، سجل حوالي 13 هدف والباقي كان صناعه. لو جينا للموسم اللي بعده عرف في ارقامه ووصل ل 22 مساهمه تهديفيه، سجل حوالي 16 هدف والباقي كان مساهمات. طيب الموسم الاخير نقدر نقول ان ارقامه رجعت تراجعت شويه زي الموسم قبل الاخير، وعمل 18 مساهمه تهديفيه وسجل 14 هدف والباقي صناعه. اذا احنا بنتكلم عن مهاجم يا جماعه مختلف عن نوعيه المهاجمين اللي موجوده عندنا في افريقيا. مفيش مهاجم في افريقيا على مدار الثلاث او اربع سنين اللي فاتوا كان على الاقل يضمن لك حوالي 15 او 16 هدف في الموسم الواحد، كلها مهاجمين قدرت انها تظهر في موسم لكن المواسم اللي بعد كده ادائها هبط تماما. وهنا بقى نيجي للسؤال الاخير اللي هنختم بيه الحلقه، هل بغداد بونجاح هيكون زلاتان ابراهيموفيتش جديد ويختار ان هو يكمل سعي عن الماده الاكبر في مسيرته كلاعب، ولا هيدور على انهاء مسيرته بشكل طيب وبالمشاركه في بطوله عظيمه زي مثلا بطوله كاس العالم للانديه؟ لغايه دلوقتي الاخبار بتقول مع فسخ او نهايه تعاقد بغداد بونجاح مع نادي السد القطري في اكتر من وجهه حاليا بتراقب اللاعب تمهيدا للتعاقد معاه. اولا في بعض الاخبار اللي بتقول في عروض قويه جدا من الدوري السعودي، ولو اللاعب لسه بيدور على الماده في عروض من نادي الشباب وبعض الانديه اللي صاعده في الدوري السعودي عرض على اللاعب لغايه دلوقتي ما بين 5 او 6 مليون يورو في الموسم الواحد، يعني حوالي زياده 2 مليون يورو عن راتبه السنوي اللي كان بيتقاضاه مع نادي السد القطري. لكن في اخبار مبشره ثانيه بالنسبه للاعب لو حابب ان هو ينهي مسيرته بحاجه كبيره حاجه عظيمه بعيدا بقى عن بحثه عن الراتب اللي اعتقد يعني ان هو استكفى منه مع نادي السد القطري. في حاليا ناديين مقدمين عرض لبغداد بونجاح والناديين على اعتاب المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. نادي ضمن وهو النادي الاهلي اللي بحكم ايا كانت نتيجه مباراته في نهائي دوري ابطال افريقيا قدام الترجي ضمن المشاركه في بطوله كاس العالم، وفي اخبار عن ان النادي الاهلي مقدم لبغداد بونجاح عرض حاليا يقارب 2.5 مليون دولار. نادي العين الاماراتي اللي برضه هيلعب نهائي عوده دوري ابطال اسيا في نفس يوم لعب النادي الاهلي مع نادي الترجي في عوده نهائي دوري ابطال افريقيا، نادي العين برضه مقدم عرض ضخم جدا بالنسبه للاعب حال ان نادي العين كسب يوكوهاما مارينوس في النهائي وصعد لبطوله كاس العالم للانديه بنسختها الكبيره ل 32 فريق خلال السنه اللي جايه ان شاء الله. في نهايه الحلقه قول لي انت بتتفرج علينا منين وهطرح عليك سؤال وقول لي رايك في التعليقات. لو انت اهلاوي تتمنى ضم بغداد بونجاح قبل بطوله كاس العالم، لو انت مشجع جزائري تتمنى ايه تكون وجهه بغداد بونجاح اللي جاي، الدوري السعودي ولا نادي العين ولا النادي الاهلي المصري؟ او لو بتشوف الحلقه دي بعد شهر شهرين سنه سنتين قول لي تحت في التعليقات يا ترى بغداد بونجاح اختار النهايه الحقيقيه والصحيحه لمسيرته ولا في الاخر اختار الفلوس وده كان اختيار غير موفق؟ مستني اسمع رايك في التعليقات وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بكره بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.